وسهلا بيكم في حدائق المنتزه. بعد 10 سنين قررت إن أنا أزور حدائق قصر المنتزه في واحد من أهم القصور الموجودة في مصر. هل فعلا المكان اختلف عن زمان ولا المكان اتغير؟ وده هنا الطريق لقصر الملك فاروق. ده هنا القصر، أفخم قصر موجود في مصر، قصر الملك فاروق في اسكندرية. مين كان يتخيل إن هنا كان بيعيش واحد من أهم ملوك مصر، واحد من أهم القصور الموجودة في اسكندرية. ده القصر اللي بناه فؤاد الأول على الطراز الإيطالي. شوف شكل القصر عامل إزاي. وهنا البحر. بس طبعا في أعمال تطوير كتير حصلت في المكان. إن في يوم من الأيام كان ده قصر، وكانت دي الحدائق الخاصة بالملك. وده فندق فلسطين، واحد من أشهر الفنادق اللي موجودة هنا في اسكندرية. الجناين اللي في قصر المنتزه هنا حاجة بجد جامدة جدا. كمية المساحات الكبيرة اللي فيها خضرة ونخل، يعتبر من أجمل الأماكن اللي موجودة هنا في اسكندرية. وده هنا برج الساعة، واللي بنته شركة سويسرية عشان تطلع واحد من أجمل الأبراج الموجودة هنا في قصر المنتزه. في المنتزه هتستمتع بالهدوء وصوت الطيور اللي في كل مكان، في أجمل مكان موجود في اسكندرية، حدائق قصر المنتزه. وهنا في المنتزه بيتم عرض ترام اسكندرية القديم، أقدم ترام موجودة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.
ما تنساش تكتب لنا رأيك في التعليقات وتقول لنا نروح فين الفيديو الجاي.